السلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ندير مع بعض هذا الحلوه نتاع الديليس امونتينو، تجي بزاف بنينه. يلا تشوفوا معايا كيفاش حضرتهم. اللي راهي دايره حاله في المواقع التواصل الاجتماعي كل جديد، لايك للفيديو وبارطاج. نبداو على بركه الله. نحضروا البراليني تاع هاد الوصفه. نحتاجو فيه 2 مغارف زبده، كاس سكر كلاص، كاس مزيج ما بين اللوز والجوز، حمصتهم شويه ورحيتهم خشين وزدت عليهم الفارينه. ديت لي انا واحد نص كاس تاع فارينه ماشي بزاف، ودخلتها على الفور طيب ونخليها. بعد ما تطيب نخلوها تبرد شويه ونرحوها. هنا عندي العلبه نتاع الشوكولاته، ذوبتها في حمام مائي يكون بعيد على النار، زدت عليها هذاك البرانيني اللي طحناه والشوكولاته اطختيني بذوق البندق، لازم تواتي مع اللوز والجوز، وزدت عليه 2 مغارف نتاع الزيت وبديت نعمر كما راكم تشوفوا. هنايا في هاد ليمول درت الطبقه الاولى، وهنايا بعد ما عمرتهم كما شفتوا نزيدوا عليهم الشوكولاته اطختيني بذوق البندق. انا كي درنا اللوز والجوز يجي معاهم هاد الشوكولاته اطختيني. نفس الطريقه نديروها بيستاشو، تجي بزاف بنينه هاد الحلوه. وندخلوها للمجمد ونخلوها تبرد، ما تديش بزاف في المجمد، ونبداو نقلعوا فيها. نحركوا غير هذوك الاطراف برك، ما نوصلوش الخدمي حتى لتحت باش ما يخسرناش الشكل، غير الاطراف ونقلعوهم. ونكملوا بنفس الطريقه. هاد الاموندين يجي بزاف بنين وحلوه راقيه وبريستيج. نكمل بنفس الطريقه حتى نقلع كاع الحبات ونخليهم فيه. بعد ما كملنا مع الشوكولا نروحوا للصابلي. هنا ديت 250 غرام زبده تكون طريه. القاعده اللي نديروها مع هذاك الكادو، ديت 250 غرام زبده طريه، قريصه نتاع الملح، 3 مغارف زيت، كاس سكر، 2 صفر بيض وحبه تاع بيض، ونضربهم مليح بالباتر. هنا الصابلي هاد النوعيه اللي تتضرب مليح بالباتر باش يتجانس معكم الزيت مع الزبده، باش ما يخرج لكمش من بعد كي طيب. درت 250 غرام زبده، 3 مغارف زيت، كاس سكر كلاص، قريصه نتاع الملح، مغرف لافاني. هنا اي نكهه تبغوا تنكهوها ديروها. هنا كل من ندير حاجه نضرب مليح. هنا بعد ما الخليط تجانس مليح كما راكم تشوفوا ورجع كريمي، نبدا نضيف المايزينا. هنا ديت كاس نقص منه 2 مغارف نتاع مايزينا، ونبدا نضيف الفارينه غير بالتدريج. ديت الكاس الاول وعاود ضفت، انا ديت لي 4 كيسان فارينه وكيس خميره الحلويات. انا كل وحده والفارينه اللي عندها. هنا ديروا ولموا، ماشي تعجنوها غير لموها باسكو الصابلي ما يتعجنش. ويدكم وتشوفوا كيفاش العجينه تاعكم. هي لازم الصابلي يجي طري ما يجيش يابس.
كيما راكم تشوفوا نبدا نضم فيها، نلم فيها ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق. الطريقه راهي واضحه. انا بديت نلم هذيك العجينه، نلمها برك ما نعجنهاش، لاباط صابلي تجي غير تتلم ما تنعجنش، باش ما تعاودش العجينه كي تدخلوها للفور تتكمش لكم. يجي هكذا القوام تاعها. انا غطيتها بسيلوفان باش ما تنشفليش ويضربها الهواء، وبديت نحل فيها كما قلت لكم. خليتها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، حليتها وطبعتها بالطابع نتاع المربع، تكون الشكل جاي مربع. نكملوا بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. هم يطيبوا، وهذا هو الشكل نتاعهم يجيكم على حبه. درت 2 انواع، درت هذا مربع ودرت الشكل تاع مستطيل. حنديروه نوع اخر. هنا هاد الكارويات درت لهم شويه تاع النكري، وبديت نلصق في الحبات. درت شويه كراميل، الشيكولا كملت لي، درت غير الكراميل باش نلصق بها ونلصق الحبات كما راكم تشوفوا. التزيين راهو واضح. نديرو شويه تاع اللوز مع اللوز هكذا قطعناه ودرناه مع الكلوكوط باش يلصق لنا الحبات، يلصقوا في هذاك يجونا لاصقين على شكل صخره. ونديروا لها شويه تاع ورق الذهبي. الورد اختياري، كل وحده واش تفضل دير كما راكم تشوفوا. اول مره تشوف قناتي ما تنساش تخلي لي اشتراك فيها فضلا وليس امر، ولايك للفيديو ما تنساوش. هذا هو الشكل النهائي نتاعها، يجي هكذا. الى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.